السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه بانكك. التطبيق ده مساحته 11 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده عبارة عن تطبيق بنك سوداني في دولة السودان. بتقدر من خلال التطبيق ده، لو انت عايش في السودان، بتقدر ان انت تفتح حساب من خلال التطبيق ده بسهولة، من خلال ان انت يكون معاك رقم موبايل سوداني. بعد ما بيكون معاك رقم موبايل بتحمل التطبيق، بتقدر ان انت تفتح حساب من خلال التطبيق وانت في مكانك بدون الحاجة ان انت تروح للبنك. بتقدر تفتح الحساب وبتقدر ان انت تحط فيه فلوس، وتقدر ان انت تتعامل عليه كل المعاملات بتاعتك المالية. تقدر تدفع من عليه كل الفواتير بتاعتك، تحول فلوس، تطلع على الحساب بتاعك، تحول فلوس من شخص لشخص، تحول من مكان لمكان، من داخل البلد او خارج البلد. يعني عايز تحول فلوس داخل السودان، عايز تحول فلوس لبلد تانية بره السودان، بتقدر تعمل كل الحاجات دي. فواتير بتاعتك زي فواتير الكهرباء، فواتير مية، فلوس المصروفات، المدارس الحكومية، الجامعات، فلوس تدفع فلوس المواصلات، التاكسي، آه، بتقدر تدفع في السوبر ماركت، بتقدر تدفع في اي حاجة وفي اي مكان زي ما انت عايز داخل دولة السودان، سواء حاجات حكومية او حاجات قطاع خاص. من خلال التطبيق ده كل الحاجات دي بتقدر تدفعها بسهولة. حتى لو انت هتدفع فلوس حج، رايح تحج، تدفع فلوس حكومية تورد لخزينة الدولة، بتقدر تدفع لها من خلال تطبيق بنكك ده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون فيه لغة انجليزية مفيهوش لغة عربية. وبس كده يعتبر شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.